تخيل معايا كده، ده مهاجم الزمالك الاساسي، المهاجم المحترف، المهاجم اللي بيقبض بالدولار. بص الفرق ما بينه وما بين ناصر منسي اللي احنا بنقول هو مجتهد بس هو على قده شويه والكلام ده. بص ناصر منسي لما خد الكرة من قبل نص الملعب وعمل سبرنت وجرى على الجون على طول، هو ومدافع لوحدهم، هو سابق فراح وخد المدافع في ظهره وعمل فينش ولا احلى من كده، و10 على 10. بص بقى سيف الجزيري يشيل الراجل رايح انفراد ومعاه مدافع واحد وفي ظهره، يتباطأ ويمشي بالراحه ويرجع بالهجمه تاني لورا. يا عم انت بتعمل ايه يا جدعان؟ اقسم بالله ده لاعب بيخلي الواحد يعني مش عارف يعمل ايه وهو قاعد، بس بيتجلد ضغطه بيعلى من سيف الجزيري ده بجد. اقسم بالله ما يلمسها. انا مستغرب سيف الجزيري ما كانش كده، ما كانش بالسوء ده، ما كانش بالقرف ده، كان احسن من كده بكتير. هو الواد ايه اللي حصل له؟ هو الواد حد خبطه على دماغه ولا هو اتبدل لما راح تونس ولا ايه؟ ما بقتش فاهمه بصراحه، بيفكر تفكير متخلف، اقل ما يقال عنه ان هو متخلف. يا جدعان انت رايح انفراد بترجع ليه؟ بتعطل الهجمه ليه؟ انت بترجع تاني انت مستني ايه؟